السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله لقاء جديد بيكم. يا رب تسعدوا بيه وتستفيدوا بيه. النهاردة هقدم لكم فكرة جديدة. يا رب تعجبكم. كل اللي مطلوب منكم حاجات بسيطة جدا. جهزوها. حاجات موجودة في بيتنا. هي عبارة عن اي مجلات قديمة خالص، يكون ورقها مصفر، او كتب قديمة يكون ورقها لونه غير كده. وهي دي الفكرة من الفيديو النهاردة. هنعمل بيها حاجات شيك وجميلة هتعجبكم. تنفع للديكورات، وتنفع كمان انكم تعملوا منها مشروع تربحوا منه بمنتهى البساطة، انتوا وولادكم ان شاء الله. اتمنى انكم تتابعوا الفيديو وتستفيدوا بيه. واللي يعجبه الفيديو يعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويفعل زر الجرس عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. عايزين نستخدم في الفيديو مسدس الشمع او غيره ابيض. اللي ما عندوش مسدس شمع يستخدم الغيره. وعايزين عود واحد من عيدان الشيش طاووق عشان نعرف نعمل بيه اللفات بتاعت الورق. واسمعوا معايا الفيديو وهتستفيدوا ان شاء الله. حاولي تقطعي الورق بشكل عشوائي، ما تعملهوش بالمقص. اعملي قطع صغيرة قطع كبيرة على حسب ما تتقطع معاكي الورقة بتاعت المجلة او ورقة الكتاب. وعلى فكرة في نوعيتين من الورق. في نوع بيبقى ورق المجلات اللي هو المصقول القوي ده، بيبقى حلو جدا، وهيبقى قوي ويعيش فترة طويلة جدا من غير اي حاجة. يعني لا هتحتاجي انك تدهنيه ولا ترشيه ولا اي حاجة. طبعا الورق اللي هو خفيف طبعا ليه جماله وحلاوته. برضو هيبقى في منتهى الجمال ان شاء الله. طبعا لازم تلزقي الحافة بمسدس الشمع، او تحط لها قطعة غيرة، عشان هي دي اللي تخلي الورقة ما تفكش بعد كده. نقي برضو تبقى شكل الورق مختلف، يعني بيبقى فيه ألوان كتير مختلفة عن بعضيها، عشان هي دي الفكرة، ان لازم نظهر شكل الورق نفسه. شايفين لما تبقى في حتة زي دي لازم تعمليها من مسدس الشمع او الغيرة، بحيث تظبط الشكل ما يبقاش فيه حتت طالعة منها، وكمان عشان تحافظ على الورقة نفسها. ما تيجي تلزقي على الكوباية، دي كوباية عادية جدا، اللي هي بتبقى ضيقة من تحت ومن فوق تبقى واسعة كده. فاحنا عايزين النوعية دي. وكل طبعا ما كبرت الكوباية كل ما هتعملي شكل أكبر وأحلى كمان. لازم تبقى الكوباية شكلها الشكل ده. ما ينفعش الكوبايات اللي هي نازلة قطعة واحدة كده.
ان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديوهات كتيرة من نفس الفكرة، وهطلع لكم بحاجات في منتهى الشياكة وليها استعمالات مختلفة في البيت. نحاول نرص الحاجات جنب بعضيها بحيث تلزق في بعضيها وتجمع بعضيها عشان ما تبقاش شكلها مش حلو. حطي الاشكال المختلفة جنب بعضيها، ما تنقيش الاشكال الصغيرة جنب الصغيرة والكبيرة جنب الكبيرة، لا، حطي اللي يطلع في ايدك، عشان احنا هي الفكرة كده برضو. اختلاف الشكل هيدي المنظر النهائي في منتهى الجمال. فعلا نهايتها هتخليك تنبهر، يعني ان شوية ورق مقطعين زبالة، يعني انا شخصيا كنت برميهم، آه، يطلعوا لك حاجات في منتهى الشياكة. حاولي تروحي مثلا عند جدودك، عند الناس الكبار، هتلاقي عندهم مجلات قديمة كتير زي كده، استعيريها منهم، انك تعملي بيها حاجات حلوة زي كده. شايفين ابتدى الشكل يظهر شوية، وشايفين لما الألوان مختلفة مديها شكل روعة. استحالة الرش والدهانات تدي المنظر الجميل ده، منظر تحفة بصراحة والله. الحتة الفاضية كده بين الحاجات، بصي تدخلي الورقة ازاي من فوق لتحت كده، بحيث انها تتعشق وسطيهم كده. شايفة بقى قطعة واحدة، منتهى الشياكة. طبعا ما ينفعش احط استرسات على حاجات زي دي تقتل شكلها. انا جبت حاجة برضو يعني بدائية ومن النوعية القديمة، شريطة زي دي بيستعملوها في الأرياف للسرجات بتاعت الحمير أو الحصنة، أعزكم الله يعني. فعملتها كده من تحت، وممكن ما تحطيش أي حاجة، هي تبقى شكلها شيك لوحديها. آه، ممكن تجيبي حتة خيش أو فتلة خيش وتربطيها كده تدي منظر وخلاص. شايفين شكلها من غير دهان ولا رش، تحفة تحفة تحفة. طبعا ممكن تستعمليها زي وحدة مضيئة، طبعا يكون حاجة بحجارة، ما تكونش حاجة بنار، ما تنفعش الشمع العادي يعني. ممكن تحط فيها مثلا زيت عطري وشوية بيكربونات صوديوم، تدي ريحة جميلة للمكان اللي هي موجودة فيه. ممكن زرع زي كده، بلاش تحط ورود عشان الوردة ما تقتلش شكل الفازة وتاخد من جمالها. احنا عايزين شكل الفازة هو اللي يظهر، مش شكل الورد اللي فيها. كل ما كان الحاجة اللي هتحطيها جواها بسيطة ويعني ما شكلها رقيق، كل ما هتظهر الفازة جميلة. ممكن تحطيها فاضية كده من غير أي حاجة، تدي منظر شيك وحلو للمكان اللي هي فيه. ممكن تعملي أشكال مختلفة وترصيها جنب بعضيها. وإن شاء الله هعمل لكم فيديوهات جاية بإذن الله، ربنا يدينا ويديكم طولة العمر. حاجات حلوة، وجددي بيتك وخليه شيك وحلو بحاجات بدائية بسيطة، مش مكلفاكي ولا مليم. وكمان اعملي مشروع مربح تستفيدي منه انت وولادك، وخلي الولاد يشتغلوا معاكي، هيفرحوا بالحاجات دي وهيساعدوكي ويعرفوا قيمة كل حاجة، حتى لو كانت شوية ورق مقطعين مبهدلين لونهم غير ويعني ما ينفعش حتى تقري فيهم، لأن شكلهم اتغير جدا. لايك شير سبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس، وشيروا الفيديوهات عشان توصل لكل الناس عشان يستفيدوا. وإن شاء الله ربنا يسعدكم ويبلغنا رمضان والأعياد إن شاء الله، وأعمل لكم ديكورات حلوة جدا تصلح لشهر رمضان المبارك. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.